السلام عليكم. اليوم جينا ندويو على النزال الناري واللي غادي يجمع بين اسلام مخاشيف والبطل جاك ديال مادالينا على لقب بطولة الوزن المختلط. غنتعرفوا في هذا المقطع ان شاء الله على المهارات ديال هاد المقاتلين، وفي اخر المقطع غادي نطرقوا لمقارنة شاملة بين هاد الجوج المقاتلين. ولكن قبل ما نبداو، اسلام مخاشيف هو واحد المقاتل اللي الاصل ديالو من روسيا، وبالضبط من جبال داغستان، واللي معروف بالمصارعه والسيطره الارضيه، واللي كيقاتل حاليا في الوزن الخفيف ودابا صعد الوزن المختلط. وهذه اهم مهاراته القتاليه: اولا الجرابلينغ والويلينغ، اي من صياده الارض. هو واحد من احسن الناس في العالم في التسيطر فوق الخصم من فوق، كيدير التيك داونات بسهولة، وكيعرف يضبط الضغط باش يخلي الخصم عاجز على الوقوف. السامبو القتالي أو خلفية مسقولة، تربى على كومبات السامبو، وهذا الشي بان في التقنيات ديالو في التكتيك ديال أخذ الأرض وإسناد السيطرة الأرضية. هاد الخلفية كتعطيه مزيج ديال الرميات والتقنيات الأرضية. السبابات الخنقات من النص الأعلى، عنده تشكيلة فعالة في الهجمات من النص الأعلى بحال أرم ترينغ وغيرها باش يجيب التسليم أو يمر من حراسة الخصم. مثال واضح هو الطريقة اللي كيستعملها ضد دريدوبر، تيك داونات وفرض الوتيرة بالتكتيك باش يدي المباراة للأرض، وعمر الخصم ما كيبقى يقدر واقف بلا ما يتحط. هاد القدرة على فرض المكان هي من أكبر نقاط القوة ديالو. سترايكينغ وديما كيحسنها بالرغم من أن الأرض هي القوة ديالو. الضربات أي سترايك ديالو تحسنوا مع الوقت، ماشي مالك للكيليت، ولكن صار عنده ضربات دقيقة وتوقيت مزيان كيعاونو باش يدخل ويخرج ويدير التيك داون. الدفاع والذكاء التكتيكي، عنده دفاع جيد سترايكينغ، وكيعرف يقيم الخطر ويختار اللحظة المناسبة باش يهاجم. هاد العقلية كتخليه يسيطر على الماتش بزاف. نقاط الضعف الممكنة ديال اسلام مخاشيف: بعض المحللين كيقولوا بلي خاصو يخدم كتر على الكارديو في بعض المقابلات الطويلة، ولكن هادشي كيختلف حسب التحضير للنزال. وأما جاك ديلا مادالينا هو مقاتل أسترالي داخل حلبة اليو اف سي، واللي حاليا هو بطل فئة الوزن المختلط، وبالضبط ضد المقاتل بلال محمد. فاز عليه بعد نزال اللي هو مثير وحماسي دام لأكثر من 5 جولات. وهذه أهم مهاراته القتالية: قوة الضربات، وكيقلب النزال بكويك أو كنوك أوت. معروف بقدماته سترايكينغ، وكيبغي يضغط بالضربات القوية باش يجيب نهاية اللي هي سريعة. سترايكر متكامل ومتوقيت مزيان، عنده باك راوند في كوتشينغ وتوقيت باش يروض المسافة ويدير كومبوات فعالة. إجبار الوتيرة والضغط المستمر، كيخدم بزاف على البريشر، كيمشي لقدام وما كيخليش الخصم يرتاح، وهذا الشيء كيسهل عليه الضربات القاضية. الدفاع على التيك داون وتحسين الجرابلينغ، ماشي غير سترايكر واحد خدم الدفاع على التيك داون، ولا عنده قدرات أرضية مزيانة باش ما يوقعش بلاصتو في الخطر. جوجيتسو البرازيلية، حزام كحل في بي جي جي، عنده حزام كحل برازيليين جيتسو حسب السيرة الذاتية ديالو، وهذا كيعطيه حلول فوق الأرض إلى تصاعدات المباراة. قوة عقلية وتخطيط تكتيكي، كيحضر المواجهات مزيان، وعنده نهج استراتيجي باش يراقب الخصم ويستغل نقاط الضعف ديالو. النقاط اللي ممكن يخدم عليهم: بعض المحللين كيقولوا بأنه خاصو يخدم على تنويع الستايلات، مثلا مزيد من ليان سانز في القاب سترايكينغ الأرضي، ولكن بصفة عامة راه تطور بالزربة. ودابا وصلنا المقارنة بين هاد جوج ديال المقاتلين. الأسلوب العام: مخاشيف مقاتل ديال الأرض، كيعتمد بزاف على السامبو والجرابلينغ، وكيحب يسيطر من فوق ويخنق الخصم ديالو. مادالينا سترايكر اللي هو نقي،
كيعتمد على الضربات خصوصا البوكسينغ، وكيضغط بزاف في المواجهة. تاني مهارة القوة الرئيسية، مخاشيف. القوة ديالو في التحكم بالأرض والضغط التكتيكي، صعيب بزاف تشد معاه الراوندات بلا ما يطيحك. مادالينا القوة ديالو في اللكمات الدقيقة والقوية، كيعرف يضرب من قريب ويصاب الكنوك اوت من حتى ضربة وحدة. ثالث مقارنة الذكاء القتالي، مخاشي ذكي بزاف التكتيك، كيعرف امتى يدخل في التيك داون وامتى يبدل الوتيرة ديال الميزان. مادالينا كيعتمد اكثر على الحس ديالو في القتال، كيعرف يضغط ويدير كامبوات في المسافة الصحيحة. رابع مقارنة اللي هي الدفاع، مخاشيف الدفاع ديالو قوي سترايكينغ، وعنده دفاع حديدي ضد الضربات في الأرض، تقريبا مستحيل تسيطر عليه. مادالينا عنده دفاع متوسط ضد التيك داون، ولكن كيحاول يطور الجرابلين باش يعالج داك الضعف. خامس مقارنة وهي اللياقة البدنية، مخاشيف عنده كارديو مزيان بزاف، يقدر يلعب 5 راوندات بنفس القوة. مادالينا كيعتمد أكثر على الضغط السريع، ولكن ممكن يفشل في المقابلات الطويلة. الخلاصة، إسلام مخاشيف مقاتل متكامل، وكيقدر يربح الخصم في الأرض وفي السترايكينغ، وراه حاليا الأفضل في العالم في الوزن ديالو. وأما جاك ديلا مادالينا سترايكر خطير بزاف، ولكن مازال خاصو يخدم أكثر على الجانب الأرضي باش يقدر ينافس النخبة بحال مخاشيف. Della Maddalena reps scrappy MMA, trains under Ben Vickers there in West Virginia. That's it. That's the twins. 11 in a row for Della Maddalena. Maddalena to control that wrist. Nice check as well. Just to attention. Man, big shot. Slip combination. Body shot. Oh, Roberts is in trouble, and that'll do it. 3 for 3. .com/fan bonus and help 43 favorite athletes get up to 30K. Now you guys get into work. This is what he could have done. By the way, the rip out the back. That's it. It's over. 12 in a row for Jack Della Maddalena. Pulled out of it. He pulled out of it. Beautiful job by Jeff. I see the body. Right hand knee for Della Maddalena. Human's hurt. Oh, Bird's covered up and now elbows. Della Maddalena can smell the finish. Oh my goodness. Bird's trying to survive the final minute plus. 17 in a row. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع. ما تنساوش تكتبوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وشكون اللي بغيتو يربح في هذا النزال.